رحيل جروس، وهل كان هو المشكلة؟ وقدوم جوزيه بيسيرو، وأخيرا تصريحات أبو زيزو الكارثة عن الإدارة. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. هنبدأ الأول بجروس، وهل كان هو المشكلة؟ الحقيقة إن أداء الزمالك مع جروس كلنا شايفينه إنه مش أحسن حاجة، وأي حد ما يشوفش كده يبقى ما بيفهمش كورة. لكن أنا ليه ما اتكلمتش على الأداء مع جروس؟ لأن أنا أصلا مقتنع إن المشكلة مش مدير فني، سواء كان جروس ولا بيسيرو اللي جابوه ولا كان جوميز ولا كان حتى أوسوريو. المشكلة أكبر من كده بكتير، وطول ما احنا مش بنواجهها وبنرمي الفشل على غيرنا يبقى عمرنا ما هنحل حاجة. إحصائية قلتها وأقولها تاني، الزمالك لعب أكتر من 80 ماتش ما قدرش يكسب أكتر من 3 ماتشات ورا بعض. الفترة دي كان فيها أوسوريو، وكان فيها معتمد جمال، وكان فيها جوزيه جوميز، وكان فيها جروس، وأنا بقول لكم أهو قريب جدا هيخش فيها هو كمان بيسيرو. طب الإحصائية دي تقول لنا إيه؟ إن السكواد زي الزفت بمنتهى البساطة. مهما كان المدير الفني كويس وشاطر وجامد والسي في بتاعه قوي، مش هيقدر يعمل مع الاشكال الضالة اللي عندنا دي اي حاجة. النهاردة الادارة المفروض انها خلاص اعلنت ان جروس مشي وجابت بيسيرو بجهازه الكامل، بتعلن عن رحيل الراجل قبل كام يوم من ماتش بتروجيت واللي بعديه ماتش الاهلي. طب انت لو كنت عايز تمشيه ما تمشيه بعد خسارة بيراميدز وكانت الدنيا مهيئة، ما كانش هيبقى فيها مشكلة ويبقى عنده وقت يدرب ماتشين 3 قبل ماتش الاهلي. لكن لا، احنا نمشيه قبل ماتش الاهلي بماتش. وبالمناسبة ماتش بتروجيت ماتش صعب مش سهل، لكن انا بقول لك كده ليه؟ عشان اعرفك تفكير الناس اللي موجودين في النادي عامل ازاي. طب ادي جروس مشي، انا بقول لك اهو، انت تفتكر ان اداء الزمالك هيتحسن؟ طب تاخدها من اخوك ويحرق لك الاحداث. الاداء مش هيتحسن، مش عشان اللي هيجيبوه وحش، لكن عشان الاساس وحش، وعشان احنا مستمرين ان احنا ما نبصش ان الاساس وحش. الاساس ان الفرقة زي الزفت ومليانة نواقص الكل عارفها. يكفى اقولك ان الادارة الحلوين اللي موجودين دول عدى عليهم 3 مواسم انتقالات، 3 مواسم انتقالات، ولسه الجناح بتاعنا شلبي والمهاجم بتاعنا الجزيري، ولسه الناس فاهمة ان احنا لما نغير المدير الفني النتائج هتتحسن. وعلى فكرة بالنتائج جروس مش كارثة، لكن هم جابوها في الاداء. ماشي يا عم، غير المدير الفني، يمكن مصطفى شلبي يبقى حاجة كبيرة ويبقى لعيب بني ادم واحنا ما نعرفش، والجزيري يبقى هداف، يبقى قابلني وبقابلهم. وخلينا كده بصين لحاجات تانية وبنرمي على ناس تانية عشان ما نقولش اللي احنا فشل. نيجي بقى للبرتغالي المدير الفني الجديد لنادي الزمالك جوزيه بيسيرو. طبعا الراجل مدرب كويس، لكن انا قلت لكم وجهة نظري ان المشكلة مش في مدير فني، والمشكلة اكبر من كده بكتير. لكن خلينا نشوف الراجل مع بعض. هكلمك عن اخر محطة الراجل كان فيها، وهي منتخب نيجيريا في افريقيا اللي فاتت. الواحد اتفرج عليها وكان متابعها وكان بيشوف منتخب نيجيريا. حقيقي كان منتخب كويس جدا واداؤه محترم. طبعا ده غير ان هم منتخب كبير اصلا، لكن ادائهم مع بيسيرو كان اداء فريق قوي وقدر يوصل فاينل. صحيح خسر، ولكنه وصل فاينل، ودي حاجة كبيرة في بطولة زي بطولة افريقيا. ده غير طبعا انه كان مدرب الاهلي وبورتو البرتغالي، احد اكبر اندية البرتغال، دفع له الشرط الجزائي وجابه عشان يدربه. فالراجل اسم وجاي ب4 مساعدين معاه، مدرب احمال، مدرب حراس، ومدرب مساعد، ومحلل اداء. فعلى الورق التغيير كويس، لكن توقيته غلط. وما بقولش ان جروس ما يتغيرش، جروس فعلا الاداء مش كويس، لكن التوقيت غلط. وتوقيت مجيء المدير الفني الجديد برضه هو كمان غلط. ما يصلحش كل ده غير ان تحصل معجزة ويكسب الراجل بتروجيت والاهلي ورا بعض، وده بنسبة كبيرة صعب يحصل. مش عشان هو مدير فني وحش، لكن عشان زي ما قلت القماشة والسكواد اضعف بكتير من ان هي تعمل حاجة زي كده. لكن ليه مننا كل الدعم، وادام خلاص بقى المدير الفني لنادي الزمالك اكيد هندعمه، خصوصا ان هو مدرسة برتغالية، وانا بصراحة بحب المدرسة دي.
لانها مدرسة متزنة بتهتم بالدفاع وكمان بتعرف تهاجم، والراجل من المدرسة دي، فنتمنى له التوفيق معانا، وجايز يلحق اي حاجة من اللي عمال يبوظها المجلس. نيجي بقى لتصريحات ابو زيزو اللي انا بعتبرها كارثة عن مجلس الادارة. الراجل قال مجلس حسين لبيب ما تواصلش معانا لغاية دلوقتي، وابني شاري الزمالك وعندنا 7 عروض، لكن احنا مستنيين عشان خاطر الجماهير، وفي مسؤولين في الزمالك بيحاولوا يسلموا ابني للجماهير ويخلوا الجماهير تهاجمه سواء في المدرجات او على السوشيال ميديا عشان يضغطوا عليه عشان التجديد، ويصدروا له الجمهور عشان يقولوا انه هو اللي رافض التجديد. طبعا الكلام اللي الراجل قاله ده في منه كتير قوي صح في موضوع تسليم زيزو للجمهور، وان في لجان معمولة عليه، لكن برضه ابو زيزو اداء زيزو بسم الله ما شاء الله الله اكبر زي الزفت، حاجة قرف. ابنك لو بيلعب الناس ما كانتش هتهاجمه، واللي كان عايز يهاجمه ناس كتيرة كانت هتوقفه ومش هتخليه يهاجمه، لكن ابنك بأدائه هو اللي سمح للناس كلها انها تهاجمه سواء بيحبوه او لجان. ناخد كمان تصريح حسين لبيب باع ابني مرتين، مرة للشباب وكان هياخد 12 مليون دولار، والمرة التانية لنيوم وكان هياخد 6 مليون دولار. بتاعة نيوم دي حقيقية فعلا كان 6 مليون، لكن بتاعة 12 مليون دي هاكس يا ابو زيزو، انت بس بتسخن الناس. مفيش 12 مليون دي، ومفيش مجلس في الدنيا هيجيله 12 مليون ومش هيبيعوا، وما تقوليش اصل هم كانوا خايفين من الجمهور. ال 12 مليون دول يخلوا اي ادارة تبيع وتستحمل اي ضغط من الجماهير بعد كده. ابني بيحب وبيقدر الزمالك زي شيكابالا، بالافعال مش بالكلام. باصص لشيكابالا يبص للافعال مش للكلام، يضحي، لكن انت عايزه يقعد وياخد اللي على مزاجك ويرضيك، ومحدش بياخد كل حاجة. مش هتاخد حب جماهير وفلوس واسطورية وان انت تبقى تاريخ وكل الكلام ده. عشان تاخد حاجات لازم هتسيب قصادها حاجات تانية، والطريق معروف، يا تختار ده يا تختار ده وانت حر. الراجل كمل كلامه وقال ان هل من المنطقي ان نائب رئيس النادي اللي هو هشام نصر يطلع ويقول ان زيزو طالب اكتر من 80 مليون، وبيقسم الراجل ان لا هو ولا ابنه طلبوا رقم زي ده. طبعا بغض النظر انا معرفش انت صادق ولا لا، وهل طلبت الرقم ده ولا لا، لكن الحقيقة انا معاك في دي. ما ينفعش ابدا اي مسؤول يطلع ويتكلم في ارقام. لكن هقول لك ايه، ده هشام نصر يعني هناخد على كلامه؟ مفيش جديد، هو المجلس ده كله ماشي كده، اللي عايز حاجة بيعملها واللي عايز يقول حاجة بيقولها، ومش مهم الحاجة دي ينفع تتقال ولا ما ينفعش، ولا الحاجة دي ينفع تتعمل ولا لا. كمان كمل وقال ان زيزو عقده بيخلص ودلوقتي من حقه انه يوقع على اي نادي، ولكن هو لغاية دلوقتي ما وقعش ومستني نادي الزمالك لغاية النهاية. قصده يعني ان هو مستني لغاية اخر الموسم، وساعتها الادارة هي اللي تطلع تقول ان احنا ما جددناش عشان يخرج هو وابنه زي الفل. وده حقه على فكرة بالمناسبة، الراجل عايز ابنه يطلع بافضل شكل ممكن، ما اقدرش الومه، لكن الوم على اللي جات له فرصة يبيع وما باعش وقال هجدد، ولما جه وقت التجديد طلع عاجز وما قدرش يجدد. لا منه باعه وخدنا من وراه فلوس، ولا منه سابه وجدد له واستفدنا بيه، لا حصلنا ده ولا حصلنا ده. مجلس معدي الفشل بشوية كتير قوي، وفي النهاية خد دي كمان مني، هيطلع لك زيزو شيطان وهو اللي مش عايز يجدد، وانه جشع وابوه راجل طماع، وانا فعلا ما بحبش ابوه ونفسي بجد يا زيزو ابوك يقفل بقه. لكن برضه انا مش هرمي على الراجل ولا ابنه، انا يوم ما اتكلم مع الناس المسؤولة عن النادي والمسؤولة عن اللعيبة وعن كل حاجة. مش هكلم بقى اجري ورا كل لاعب اكلم ابوه ولا خالته ولا عمته، الكلام ده ما يشغلنيش. انا ليا الادارة تعمل شغلها، والادارة دي مش هتعمل شغلها. وزي ما قلت زيزو ده اخر موسم ليه، والله اعلم بقى هنعرف نجدد لعبد الله ولا عمر جابر ولا دونجا، ولا دول كمان عندهم ابهات مش هنعرف نجدد عشان ابهاتهم طالبين فلوس كتير. وطبعا لجنة هتمشي الدنيا، واللي عايز يصدق حاجة بيصدقها. قلتها قبل كده في بوست وهقولها تاني في الفيديو ده، نربط الحزام مع بعض ونستعد لأحد أصعب مواسم الزمالك في تاريخه، وربنا يخيب ظني واطلع غلطان.